اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ربنا يعود كده عليكم الايام كلها بخير. النهاردة كده ان شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. ويلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. انا كده الفيديو اللي فات زي ما انتم ما شفتوا كنت خلاص خلصت المطبخ وفنشته. هو على فكرة في نفس اليوم. انا خلصت المطبخ كده الاول وبالحمام بكل حاجة، وقلت ايه اخش على الشقه ما كانش فيها حاجه، كانت ايه كلها حاجات بسيطه كده. لان كنت عاملاها معاكم ايه قبل رمضان، فكانت حاجات بسيطه اللي كانت ناقصالي يعني، وقلت اخلصها كده معاكم. دخلت كده الاول حاجه على اوضه الاطفال. بسرعه بسرعه كده خلصتها، كنت منفضه الشباك وكنت معلقه الستاره بتاعته وخلصتها، وقلت بقى ايه همسك السرير بتاعت العيال كده انفضها وافرشها واشوف كده ايه هعمل ايه تاني. بس كده زي ما انتم شايفين معايا كده خلصت السراير وفرشتها، وقلت كده ايه انزل العيال اللي كانوا عمالين يقولوا نزلنا الصيفي طلع لنا الصيفي، فقلت بالمره كده ايه اروق الدولاب بتاعهم واطبق الملايات وايه واطلع لهم الصيفي وادخل لهم الشتوي. بس هنا كده بقى ايه جبت طبقت الملايات بتاعتي كلها والكوبرتيات وكل حاجه، وبدات ادخل لهم الشتوي وطلعت لهم الصيفي، وخلاص على كده. وقلت بقى ايه اقوم بشوف اللي ورايا في الاوضه بعد ما خلصت. زي ما انتم شايفين كده عادي تطبيقي للدولاب اللي هي التطبيقه العاديه بتاعتنا. هنا بقى كنت شلت المفارش اللي هي الدفايات دي. بحب اشيلها كده لما الشتا بتخلص، بقوم جايبه شنطه كده اللي هي بتاعت الهدوم ديت، وبعدين لما بلم فيها المفارش كلها وبشيلها. دوت بقى كده ما كنتش لاقيه له مكان، فقلت له خليك انت هنا كده مكانك. بس كده كنست الارض وكده خلصت زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى جبت الشرشوبه بتاعتي، حطيت في الجردل بقى كده حبه معطر، وحبه بقى اريال صغيرين كده خالص، وحبه دوني. تحب كده اعطر بقى لمع بيهم الارض كده، يعني بتدي ريحه حلوه كده للارض. بس كده وفرشت بقى، سبت الارض بتاعتي تنشف خالص، وبدات بقى ايه هجيب الحافظات دي. الحافظات اللي كانت بره، انا عندي كده كام حافظه شبه بعضيهم، فقلت اما افرش كده منهم ايه اتنين هنا على في الاوضه دي. انا عندي سجاده اطفال، بس السجاده الاطفال بتاع الاوضه التانية قبل ما نقللها في الاوضه دي فصغير، الاوضه دي ما شاء الله عليها كبيره، فاللي مش عاملين فيها حاجه، هم مشاتين كده صغيرين، فمش هيعملوا حاجه. قلت ايه افرش دول قبل ما ان شاء الله باذن الله كده ولا حاجه هبقى اجيب لها سجاده ولا حاجه. بس كده خلصت اوضه الاطفال وقفلتها. دخلت بقى ايه على اوضه الانتريه. الشباك ده برضو انا كنت غسلاه، بس ايه كان في ايه تراب بسيطه كده، ترابه ناعمه، في ايه رحت منفضاها وجبت برضو حته فوطه كده ولا حاجه. بعد ما نفضت الشباك رحت مديله برضو تلميعه كده بسيطه، وخلاص على كده. بس ما تهلكيش نفسك، يعني احنا كل الحاجات دي كنا عاملينها اصلا قبل رمضان، وبعدين ما حدش هيجي يقول لك ايه وريني كده انت الترابيه دي ما شلتهاش، ارفعي لي كده تحت السرير اصل انت ما عملتوش. لا، كل الحاجات ديت احنا كنا عاملينها اصلا قبل رمضان، فكانت حاجات كده سهله بسيطه معايا. بس كده رجعت كده كل حاجه زي ما كانت زي ما انتم شايفين، وخلاص على كده.
هبدأ بقى كده اهوت بعد ما اخلص بقى نديها التنفيضة كده اهوت للانتريه، وبعد كده اجيب الستاير بتاعتي اعلقها، وبعد كده بقى ايه هشوف همسح الارض واخش على ايه بقى تاني بعد كده. زي ما بقولك كده ما تهلكيش نفسك ولا تهلكي صحتك والله. إيه، واحدة واحدة كده عليكي على نفسك وخلاص. اللي ما تعملش النهارده يتعمل بكره ان شاء الله. بس انت لما تتعبي ولا اي حاجه محدش هيشيلك، انت اللي هتشيلي نفسك ورجليك هي اللي هتشيلك، محدش هيشيلك غيرك. انا والله بقالي يومين تعبانه اهوت، بس ربنا يخلي لي بناتي يا رب. ما سابونيش الصراحه، ده هتشوفوهم دلوقتي في قلب الفيديو، حد معدي كده وحد معدي كده. بس انا كده زي ما بقول لكم جبت الستاير بقى وعلقتها. بس كده زي ما انتم شايفين الجو ده بقى يا جماعه مش عارفه هو عايز ايه بصراحه. لا راسيله هو ساقعه ولا راسيله حر، لا راسي ان خلاص الشتاء مشي والحر والصيف يخش علينا، ولا هو عايز بقى ان الصيف يقعد. مفيش، مش عارفين. جو تعب الناس وخلاص معايا. مش عارفين اذا كان حر شويه يومين حر ويومين ساقعه. لا عارف الواحد لا يصيف ولا يشتي ولا يعمل ايه بالظبط. يلا الحمد لله، احنا احسن من غيرنا بكتير. هنا خلاص كنت خلصت ولميت الميه وجبت السجاده كده فرشتها وخلاص على كده. يعني دي اكتر حاجه بصراحه ربنا بتخلص معايا بسرعه، سهله جدا. هي اوضه الانتريه دي بتاخدش مني وقت، بس على طول كده وخلاص. وبعد كده بقى ايه نخش على الصاله، نديها كده، نركب الستاره بتاعت الصاله بعد ما مسحنا الشباك بتاعها. برضو انا كنت غسلاه برضو معاكم ومسحته. هزق كده الانتريه، وبعد كده ايه اديها كده ايه مسحه خفيفه بالجردل بقى، طبعا مش بالشرشوبه. هجيب الجردل كده حاطه فيه حبه اريال بقى، وادلق بقى ميه كده على اللي هي الجوانب بتاعت السيراميك دي، عشان ايه ساعات بيبقى فيها تراب ولا حاجه، فايه تنزل معايا في قلب الميه. بس كده لميت الميه بتاعتي. انا كنت بفصل الفيديو عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. بس كده ورجعت ايه نشفت الارضيه بتاعتي، وبعد كده ايه رجعت كل حاجه زي ما كانت. البتاع دوت الجوينج دوت يا جماعه حلو جدا جميل جدا. انا لكم دلوقتي حلو قوي في التنظيفات، بالذات للانتريه للركنه للحاجات اللي هي السرير مثلا اللي هو الايه اللي بتنجد الظهر بتاعه بتنجد والكلام دوت. جميله فيه، بتشيل كده التراب بتاعها. وبصوا ما بتخليش اي ترابيه على الانتريه ولا الركنه ولا اي حاجه. انا جبت كده ايه الجردل الصغير اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت فيه حبه معطر صغيرين، وحبه ايه اللي هو دوني او اي حاجه الكomfort، اي حاجه اللي هي بتاعت الهدوم دي بس. او ممكن تحطي حبه اريال برضو، مش لازم دوني ولا كومفورت ولا الحاجات دي. هم حبه اريال صغيرين مع حبه معطر جو، وخلاص على كده. مسكت بقى الركنه بتاعتي بما اني كنت غسلاها برضو قبل رمضان، وكنت ملبساها كسوه، وكنت برضو حاطه عليها ايه الفرش بتاع رمضان. يعني انا كنت حاطه على الفرش بتاع رمضان الاول، ولقيته ايه اتوسخ، ورحت شايلاه ورحت لبستها ايه اللي هو الغير اللي هو الكفر بتاعها. وبعد برضو ايه وشلته تاني. يعني هي عندي مش متبهدله، بس ايه لو فيها ترابيه ولا اي حاجه او فيها اي حاجه من ايد ايه عيل ولا حاجه، فقلت اديها كده مسحه خفيفه برضو قبل ما افرشها ولا حاجه. بس كده همسكها بقى كده من الجناب وفي كل حته كده فيها، مش هسيب اي حاجه، عشان لو في ترابيه ولا اي حاجه برضو انا مش شايفاها ايه تطلع معايا. زي ما بقول لكم الجوانت اللي انا لابساه في ايديا دوت اللي هو ايه عامل زي الشرشوبه ده، حلو جدا جميل. بصراحه ربنا لما عندي بقى لي كام مره بعمل بيه يعني عجبني الصراحه. بس كده جبت بقى الظهر بتاع الركنه وخلاص على كده بقى خلصتها. شغل بقى عليها المروحه شويه كده بس تنشف، هي ما كانتش غرقانه ميه قوي، وهي ما فيهاش ميه. انا بس ببل البتاع او بنديها بمعنى اصح، وبقوم ايه عصرها ومسحه بيها. بس كده انا هزقها هي كده جوه، عشان ايه هجيب برضو ميه وهردق برضو كده زي ما قلت لكم، وهلم برضو بالمساحه. وخلاص على كده رجعت كل حاجه مكانها بعد ما نشفت وفرشتها كده. دي مفارش اللي هي الفرو، حطيتها عليها كده على الارضيه بتاعتها. وخلاص على كده وفرشت هنا بقى الجزامه. وكده كنت خلصت الشقه.
الدنيا كده بقى حسيت ان هي خلصت معايا، وكنت خلصت اوضه النوم كمان وفرشتها وخلصتها. كل ده كان قبل الفطار، وانا بعمل فطار كمان. فطاري كان سهل وبسيط كده، مش حاجه يعني. بس بدأت كده بعد ما الارض ما نشفت، فرشتها كده بقى وخلصتها. ولو وصلتي بقى كده لغايه هنا ولسه بتتفرجي عليا، ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وعايزه كده لايكات كتير على الفيديو عشان الفيديو يترفع واكبر عدد من الناس يشوفوه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير، وعيد سعيد على الناس كلها يا رب. وبحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.